بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة معانا شوية شغل حلوين كده، هما تورتيتين قمر. آه ديت اول تورتاية، دي اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو اللي فات، اللي غلبتني وتعبتني. ان شاء الله هتشوفوها معايا. هو الديزاين بتاعها سهل وكل حاجة، بس الكريمة ما كانتش ظابطة معايا. اول حاجه كده مسكت المضرب بتاعي، عايزه اقول لكم ما عادش بيضرب حلو خالص، ما عادش بيظبط معايا. مش عارفه هو بقى ماله. فبصراحه جبت المفك وقلت انا اتكل على ربنا كده وهفتحه اشوف الدنيا فيها ايه من جوه. هو انا معرفش اي حاجه في الحاجات ديت، بس انا قلت افتحه ممكن يكون عايز يتنضف او عايز يتظبط وكده. فلما فتحته شفتوا المنظر قدامكم كان عامل ازاي. واخد واخد كمية كريمة مع دقيق مع حاجات، كل الحاجات ديّة أصلًا لازقة فيه هو، فهو الحاجات دي مأثّرة معاه، فعلشان كده ما كانش راضي يلِف ومش راضي يضبط معايا ومش راضي يشتغل زي ما كان الأول وكده. فطبعًا أنا قعدت أحاول إن أنا أضبطه. جِبت فُرشة كده وقعدت يعني أنضّفه وأضبّطه لغاية أمّا بقى ما شاء الله حلو. وجيت بقى اشتغلت بيه الحمد لله كان شغّال، وحسّيت إن هو اشتغل وبقى فيه نتيجة أحسن من الأول. لغاية بس أبو سليم ياخده يخلي الراجل ينضفه تنظيف أحسن من كده ويزيته. مش عارفة هما بيعملوا فيه ايه علشان السرعة بتاعته ترجع يعني سريعة عن الأول. النهاردة بقى معانا تورتيتين ما شاء الله، كانوا حاجة رقيقة وبسيطة كده وكيوت قوي قوي. بس طفحتني الدم التورتية الأولانية، والتورتية التانية هتبقى نفس الديزاين برضو اللي هو في الفيديو اللي هو اللي فات، بس هو الديزاين بس اللي مختلف فيه يعني حاجات تانية صغنطوطة كده مختلفة فيه، بس هو نفس الديزاين بتاع الحيوانات اللي احنا شفناه في نفس الفيديو اللي فات. النهاردة احنا اشتغلنا في تورتاية مقاس قد ايه يا مسلم؟ كانت التورتاية دي مقاس 16، اخدت معايا بس 300 جرام. دقيق اسبونج كان جاهز. انا ما بجيبش دريم وجولدن باك، بس عايزه اقول لكم اصلا انا لما جبت الاوردر اللي فات الفيديو بتاعه ونزل بالاسعار، ما كانش عنده دقيق جولدن باك. وانا اصلا هنا يعني في كفر الشيخ او في البلد عندي محدش بيبيع غير دريم بس اللي هما شغالين فيه، وهو اصلا المحل ده الوحيد اللي بيبيع جولدن باك معاه. فطبعا انا شغالة اليومين دولت ب... بدريم. يعني هو اصلا انا ما عنديش شغل غير حاجات بسيطة جدا، فانا اصلا ما بحبش دريم لوحده ولا بحب جولدن باك لوحده. فانا بحب الاتنين يكونوا مع بعض عشان الاتنين بيدوني هشاشة حلوة وبيدوني يعني إيه طبقات اكتر. ما بحبش اشتغل خالص ولا بدريم ولا بجولدن باك لوحده. فانا شغالة التورتيتين، كان معايا 3 تورت فشغالة بيهم دريم بس. فبصراحة مش عاجبني خالص ومش عاجبني الملمس بتاعه. تحس ان هو الملمس مش طري زي ما جولدن باك لما بيبقى مع دريم وكده. بس هو ما شاء الله ماشي الحال، يعني هو في الطعم طعمه حلو وكل حاجة، بس طبقاته لما بتبقى زيادة معايا بيديني قوام احسن. فديت بس المشكلة معايا. فدي اصلا حاجة بسيطة خالص من اللي حصلت. يعني التورتاية الأولانية ديت عايزة أقول لكم والله العظيم شلت الكريمة من عليها 4 مرات أو 3 مرات. الكريمة بهدلتني، مش راضية تديني القوام اللي هو الملمس الناعم اللي هو مفهوش غلطة. فكل شوية ألاقي فقاعات، كل شوية ألاقي فقاعات. الفقاعات دي أصلا بتيجي من ايه؟ لما بنيجي يا بنات نحط الكريمة على التورتاية ونجلس مرة واتنين وتلاتة واربعة، تحسي ان خلاص الكريمة تحت ايديكي هتتملى فقاعات. الفقاعات دي اللي هي فقاعات الهوا، تمام. تحسي ان الكريمة خلاص هتبقى كلها هوا من جوه ومش هتظبط معاكي. علشان كده انا اصلا اما باجي اجلس بمشي السليبر مرة واتنين وتلاتة، ما بمشيهاش الرابعة عشان خلاص هتبدأ ان هي تبوظ معايا. فسبحان الله دي تاني مرة اعمل للعميلة دي و... والتورتاية بتاعتها تطلع مش مظبوطة.
فجلست مرة مش مظبوطة، تاني مرة مش مظبوطة، تالت مرة نفس الوضع، لغاية اما خلاص اتخنقت. شلت الكريمة والله العظيم وحياة أولادي مرة واتنين وتلاتة، قعدت أشيل وأحط أشيل وأحط لغاية اما خلاص آخر المرة دي سبتها في الفريزر لما تجمد خالص خالص. الكريمة من برا مش الكيك ذات نفسه من جوه. خليت الكريمة تمسك تمام. وبعد كده الكريمة اللي أنا كنت ضرباها حطيتها في الفريزر جنبها لغاية اما سقعت هي كمان. ومسكت الكريمة ضربتها، كانت التورتية عندي ساقعة. لما ضربت الكريمة نعمتها قوي قوي قوي، وبعد كده اشتغلت فيها بسرعة جدا عشان ما تعملش الفقاعات دي. ما شاء الله ظبطت معايا وكانت حلوة جدا. التورتية التانية برضو كانت نفس المقاس بتاع التورتية، يعني الاتنين دول كانوا 16 نفس المقاس، بس واحدة فانيليا والتانية نص ونص. انتي ما بتعمليش نص ونص ليه يا مسلم؟ طبقات فوق طبقات. هو بصراحة بيبقوا طالبينها مني النص كامل يبقى كله شوكولات، والنص الكامل التاني يبقى كله فانيليا. في ناس بتطلب مني 3 طبقات شوكولاتة و3 طبقات فانيليا، او طبقتين شوكولاتة و3 طبقات فانيليا، بتمشي كده، انتوا فاهمين. الحشوات برضو ثابتة معانا مفيش اي اختلاف. التورت عندي كلها لازم احط لها دعامات، ما بسيبش اي تورته غير لما بحط فيها دعامات. اللي هي العصيان، اللي هي الرفيعه دي، او العصيان التخينه لما بتبقى متاحه عندي. طبعا بقى احنا لما احنا حشينا وظبطنا بحط في الفريزر يتماسكوا، واجي اشتغل فيهم بتبقى التورتيه متماسكه معايا وبتبقى حلوه. لو هسلم تاني يوم، لو هسلم تالت يوم، بسيب التورتيه تبات في التلاجة بالحشو بتاعها، بطلعها تالت يوم، بطلعها تاني يوم، اخلصها واسلمها تالت يوم، بتبقى ما شاء الله متماسكه جامد وبتبقى حلوه. تعالوا بقى اما اقول لكم على حاجه، يا رب بس كده ما اكونش ناسي اي حاجه. استخدمت قد ايه كريمه يا مسلم؟ انا استخدمت لهم يا بنات برضو كوبايتين في الحشو وكوبايتين في التجليس. تمام. بس انا التورت دي علشان كانت صغيره، انا عملت تورتيه تانية 3 طبقات، اخدت برضو معاهم الاربع كوبايات كريمه. انا نسيت الفيديو اللي فات اقول لكم ان انا استخدمت بس 4 كوبايات، علشان خاطر استخدمت 2 في الحشو و2 في التجليس. يا رب بس ما كنش ناسي اي حاجه كده، علشان والله العظيم عايزه اقول لكم اليومين دولت صعبين عليا قوي قوي. تعالى ما اقول لكم على حاجه قبل ما انسى. انتوا شايفين ال3 طبقات اللي انا حشيتهم قدامكم دي كانوا هما مقاس 18، فانا كنت مطلعه تورتايه كانت مقاس 18، فانا ما صورتهاش معاكم. فكنت اصلا انا مزوده الكيك، قلت هطلع منهم قباط او كده. فبصراحه انا كسلت وسبتهم في التلاجة 3 ايام، ما حطيتهمش في الفريزر. عايزه اقول لكم والله العظيم مش مستحملين ان انا امسكهم في ايديا، مفرفتين بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. حتى وانا بقطعها وبناكلها وكده، الكريمه مع الكيك مفرفت جدا وطعمه مش التورتيه مش ماسكه نفسها تبقى طعمها حلو، ومش ماسكه نفسها ان هي تبقى حته الكيكه خلاص بقت طريه تحت لسانك كده وانتي بتاكلي يبقى الملمس بتاعها حلو. لا، دي عامله زي فرافيت الرمل، مش حلوه هي. مش ناشفه وطريه وكل حاجه، بس مفرفتة مش حلوة خالص خالص. البنات اللي بتشتغل وبتقول احنا بنعين الاسبونج بتاعنا في الفريزر وفي التلاجة، مش بيبقى زي الصابح يا بنات، مبيبقاش طعمه حلو. فبلاش ان انتوا تعملوا كده. عايزين حتى لو انتوا عندكم زحمة شغل وكده، ربنا يرزق الجميع يا رب، حاولوا ان انتوا تعملوا الشغل من بتاعكم مثلا، ما تقعدوش في الفريزر مسافة طويلة، خلوا المسافة بتاعتها تبقى قصيرة، يقعد يوم او 2 بالكتير، ما يقعدش التالت، علشان عايزة اقولكم والله العظيم ما كانتش حلوة نهائي نهائي. فانا خايفة ان انتوا تعملوا حاجة زي دي وتطلع للعميل وحشة، ما يرجعش ياخد منكم تاني. يعني كل حاجة في مصلحتكم انتوا والله. هي اصلا ما كانتش طالعة لحد، انا قلت هعملها لنا علشان انا كسلت ان انا اعملها قباط، فقلت عملتها لنا وكده، فاحنا اللي اكلناها. عايزة اقول لكم والله ما كانتش حلوة. دي التورتاية اللي طلعت عيني، بس الحمد لله انا ظبطتها وما شاء الله كانت طالعة وعجبت العميلة جدا جدا وشكرت لي فيها ما شاء الله. هي كانت الديزاين بتاعها سيمبل ورقيق كده، اللي هو الفيونكات اللي كانت طالعة ترند زمان دي. فما شاء الله كان شكله حلو وشكله رقيق وسيمبل كده وحلوة، وما كانش فيها اي حاجة.
غير اللي هيتكتب بس. دي كانت معمولة لبنتين، واحدة عندها 8 سنين وواحدة تانية عندها 12 سنة. في بنوتة عسولة كده بتعلق لي على طول، ما نحرمش منك ابدا ولا من تعليقاتك القمر. كانت بتقولي ابقي اكتبي الاسم على البورد. إيه، انا عندي هنا في البلد بياخدوا التورتايه يعملوها ل3 بنات يعملوها ل2 بنتين، يعملوها ل4 بنات. فعلشان اكتب اسم بنوته الواحده لوحدها بس، بقيت البنات التانية بتزعل، فالعملاء اللي هم بيتعاملوا معايا ما بيخلونيش ان انا اكتب الاسم. فعلشان كده انا مش بعرف اكتب الاسم على البورد بسبب الحوار ده. فهي صاحبة التورتاية دي قالت لي يا مسلم اكتبي لي رقم 8 للبنوتة الصغيرة، وتحته اكتبي لي رقم 12 للبنوتة الكبيرة. فطبعا عملت زي ما هي قالت، فحطيت كده وردة في النص وعملت القلوب ديت. القلوب دي عشان ما تطبعش منكم يا بنات، بعملها من المربى الحليب وبحط عليها نقطة لون اسود، فما شاء الله بيلقط معايا اللون على طول. لو هتعملوها بالكريمة حاولوا ان انتوا تعملوا القلوب دي الاول باللون بتاع الكريمة من تحت، وبعد كده باللون الاسود او باي لون. يعني الاسود والاحمر بيطبعوا مش بيبقوا حلوين خالص ولا بيبقوا لطاف. هنخش بقى في التورتاية التانية. التورتاية التانية كانت نفس الديزاين بتاع الحيوانات اللي هو كان في الفيديو اللي فات. انا ما بحبش بصراحة اعمل الديزاين مرتين، فهي صممت على الديزاين ده مش عارفة ليه. فقالت لي يا مسلم بالله عليكي اعملي نفس الديزاين، فقلت لها خلاص من عينيا الاتنين. هو الاختلاف بس كان في النجيلة اللي انا عملتها فوق. المرة اللي فاتت كنت عاملاها دريبات في التورتاية اللي كانت هناك. يعني انا كنت عاملة دريبات كده في التورتاية من فوق، عملت دي بقى دريبات من تحت ومن فوق حطيت عملت زي النجيلة كده. وطبعا غيرت الحيوانات، يعني ما خلتهاش مثلا زي الحيوانات التانية. حاولت ان انا اعمل فيها اي تاتش كده تبقى مختلفة عن التورتية التانية. بعتلها صور كتير، قلت لها ممكن تختاري اي ديزاين من ده، قالت لي لا انا عايزة نفس الديزاين ده بالظبط. عندي العملاء هنا دماغهم غريبة، يعني الديزاينات بتبقى قدامهم تحفة وشكلها رقيق وشكل شيك وتحفة، يقولي لا احنا عايزين نفس دي. فالحمد لله عملتها لها نفسها، بس غيرت بس شوية تاتش كده ما شاء الله. كانت برضو رقيقة جدا وشكلها شيك وحلوة. كانت برضو مقاس 16، اخدت معايا 300 جرام دي اسبونج. لا دي اخدت معايا 350. آه، اخدت معايا برضو 350 دي اسبونج، عليهم 3 بيضات، عليهم نص معلقة محسن جل، عليهم كيس فانيليا، وطبعا ربع كوباية مية وحبة. على الله ما كنش ناسية اي حاجة يا رب، وقايله لكم كل حاجة. طبعا بقى انا حاولت ان انا اخلي التوبر بتاعها مختلف خالص عن التوبر التاني، علشان احاول ان انا اظبط كده وتبقى الحاجات مختلفة. دي طبعا كانت تالت يوم وهي ماشية، يعني ما كانتش تاني يوم. انا جلستها، غبست الكيك وجهزتها في اول يوم وسبتها في التلاجة تاني يوم، والتسليم كان تالت يوم. بصراحة ما شاء الله كانت عجباني قوي قوي يعني. قعدت اجيب الحيوانات يمين وشمال، عايزة الحاجة تبقى مختلفة قدامي، والحاجة تبقى شياكة كده ورقيقة كده، تروح للعميلة تبقى منبهرة بيها ويبقى الشكل رقيق وحلو. فالحمد لله ان الحاجة بتروح لهم زي ما هم عايزين بالظبط، واحسن بكتير. عايزة اقول لكم والله العظيم، يعني بيكتبولي احنا ما كناش متوقعين ان الحاجة تجيلنا بالطعم وبالحلاوة دي وبالشكل النظيف ده. المحلات هنا اصلا اكترها بقى شغال تورت من دي. فالحمد لله وربنا يرزق الجميع يا رب. وطبعا احنا فوق الطب، يعني الحاجة اللي بتبقى في البيت انضف من المحل بمليون مرة. المحل والمصانع عايزة اقول لكم بيجيبوا اسعارهم جملة الجملة. يعني التورتية بتبقى موجودة في المحل عليها كمية شوكولاتات، عايزة اقول لكم شوكولاتة الدنيا والاخرة، ويقولك 180 جنيه، 190، 200، 210. فما شاء الله بيبقى عليها كمية شوكولاتات تغري البني ادم اللي واقف قدامك، بيخليه ياخد منها. فربنا يرزق الجميع يا رب، وربنا يبعت لنا شغلنا كده ويحنن علينا قلوب الناس والحاجة تطلع لهم نظيفة واحسن بكتير. يلا يا حلوين، اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ومع الف سلامة.